السلام عليكم، ازيكم حبايب وعاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ ميرو. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ألذ طاجن كوسه وبطاطس باللحمه المفرومه. طاجن كده حكايه، هنعمله بطريقه اصليه من مطبخ ميرو. يلا بينا على المقادير. هيكون معايا يا حبايبي المكونين الاساسي وهي الكوسه والبطاطس. انا جبت حوالي دي 3/4 كيلو من الكوسه، قورتها واقول لكم هنقورها ازاي لحبايبنا اللي لسه ما عرفوش يقوروا الكوسه. ومعايا كيلو من البطاطس، انا منقياها صغيره اللي هي الحجم ده. تمام. انا نقعها في ميه وخل عشان تبقى بيضه كده زي ما حضراتكم شايفين، ما تغيرش لونها. قلب الكوسه والبطاطس ما بنرموهوش، بقوره برده كده وبعمله فرشه في الصينيه. هيكون معايا طماطم، هيكون معايا خضرة مشكلة، خضار مشكل اللي هو بقدونس على كزبرة على شبت. معايا بصل، على فلفل، انا ضربهم على بعض كده ناعم. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، لو هتعملي كيلو بس او من البطاطس والكوسة هيبقى ربع كيلو لحمة مفرومة. تمام. هيكون معايا توم مهروس. بالنسبة للبهارات فلفل، ملح، 7 بهارات او بهارات لحمة. هنبدأ حبايبي نقور البطاطس، هعرفكم طريقة تقورها ازاي. دي بطاطس انا جايباها الحجم اللي هو الصغير مش كبير. هقطع كده القاعدة بتاعتها عشان لما تقف في الصينية بتاعتي تبقى واقفة كده مظبوطة. تمام. ومن فوق هنا هبدأ اقورها من فوق هنا. انا معايا نوعين من المقوار. في المقوار ده بابا حبيبي ربنا يخليهولي جايبهولي، بصراحة المقوار ده اختراع يا جماعة، لو لقيتوه يا ريت تجيبوه، ده جميل جدا. بيبقى شكله عامل كده من فوق. تمام. وفي المقوار العادي اللي الناس عارفاه كله اللي هو ده او ده المتوفر عندك عادي، نفس الفكرة. تمام. هبدأ هاخد كده من فوق من بوز البطاطس بتاعتي، هقورها كده بشويش. ثواني اجيب الطبق عشان الحشوة بتاعتي زي ما قلت لكم يا جماعة دي ما تترماش، دي عبارة عن بطاطس وكوسة، مش هنرمي قلب البطاطس والكوسة بتاعتي. تمام. بصوا يا جماعة بطلعها عاملة ازاي، بصوا اهي. برضو لو ما عندكيش المقوار ده او مش متوفر عندك، تبداي تعملي بالمقوار ده عادي، مفيش مشكله. لو امهاتنا كلهم عارفين المقوار ده في اي بيت مصري اهو. تقوري بكل سهوله، اهم حاجه بس ما تحاوليش تزودي الفتحه دي. تمام، عشان يبقى شكلها حلو معاكي كده. طريقه سهله جدا لتقوير البطاطس اهي يا جماعه. وهضيفها معايا مع اخواتها كده في الميه والخل عشان البطاطس بتاعتي ما تغيرش لونها. طيب بالنسبه للكوسه يا جماعه نفس الفكره. بقطعها كده، انا الشروط دي عاملاها ازاي، عاملاها بالشوكه. بقطعها كده من فوق وابدا اقورها معاكم برضو بدي، او مثلا ممكن تستخدمي المقوار العادي بتاعك. بس اهم حاجه وانت بتقوريها ما تحاوليش تخرميها او تنزل لتحت كده. اهي بصوا يا جماعه، بصوا ما شاء الله شكلها جميل ازاي. برضو لو مش عايزه المقوار ده ممكن نقور بالمقوار العادي بتاعنا اهو كده بكل سهوله. بس اهم حاجه خلي بالك ما تخرميش الكوسه بتاعتك، ما توصلش للاخر خالص عشان تبقى معاكي مظبوطه. اهو يا جماعه اهو بكل سهوله قورنا الكوسه بتاعتنا. يلا نبدأ بقى. أول خطوة معانا هنعصق بيها اللحمة، نعمل كمان صلصة بطعم مميز من مطبخ ميرو. يلا بينا. هنحضر معانا حلتين على النار في نفس الوقت. حلة هنعمل فيها العصاق بتاع اللحمة المفرومة اللي هحشي بيها الكوسة بتاعتي، والحلة التانية هعمل الصلصة المميزة اللي هحطها في الطاجن بتاعي. طيب هنزل بمعلقة من السمنة هنا ومعلقة من السمنة في الحلة بتاعتي التانية. وفي نفس الوقت هزود شوية زيت مع السمنة، يبقى كده المادة الدهنية سمنة وزيت. تمام. وبرده الحلة التانية هحط فيها شوية زيت كده للصلصة بتاعتي. تمام. هبدأ انزل بقى في الحلة بتاعت العصاج، هنزل بشوية البصل على الفلفل اللي انا قلت لكم عليه. البصل ده مفروم مع الفلفل يا جماعة بيدي ريحة حلوة قوي. هنزل كده بكمية منه واسيب حبة هقول لكم هنعمل بايه. تمام. هقلب كويس قوي كده البصل بتاعي لحد ما يغدل، حاجة بسيطة. يعني معنى يغدل يعني لونه كده يبقى فاتح شوية. الحلة التانية هنزل بيها بمعلقة من التوم المهروس، دي عشان الصلصة بتاعتي. التومة طبعا مع الصلصة بتدي طعم مميز جدا. هقلب كده التومة بتاعتي كويس قوي لحد ما تبقى لونها فاتح. بعد كده هبدأ انزل ان شاء الله بمعلقة التوم التانية على العصاق بتاعي. التوم طبعا يا جماعة مع العصاق بيفرق جدا جدا. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم قوي. بعد كده حبايبي هنزل بالبهارات بتاعتي على البصل مباشرة، لازم اتبل البصل بتاعي بهارات لحمة وملح وفلفل، والجنب التاني هحط فيه شوية فلفل كده وشوية ملح. تمام. هقلب كويس قوي البهارات مع البصلة بتاعتي.
وبرده الجنب التاني هقلب كويس قوي التومه. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي على التومه، يبقى كده تمام. صلصه الطماطم بتاعتي جهزت. وفي الحله التانية حبايبي هنزل باللحمه المفرومه بتاعتي على البصله المتبهره، هقلبها كويس قوي لحد كده ما تغير لونها. هوطي عليها حوالي 10 دقايق وهتبقى معايا جاهزه باذن الله. كده تمام، جاهزه اهيت. اخر حاجه خالص هنزل بالخضره بتاعتي، هنزل بالخضره كلها، وبعد كده هطفي عليها على طول. برضو الصلصه بتاعتي ما شاء الله غلت اهي. خلاص هطفي عليها كده. خلصت اللحمه والصلصه في وقت واحد. وبعد ما خلصت العصاج والصلصه هحضر الوقت الطاجن بتاعي. الحشوه بتاعت اللي انا طلعتها من البطاطس والكوسه هنزل عليهم بصله مفرومه اللي قلتلكوا عليها. انا زودت شويه بصل كمان، بصل وفلفل على بعض فرمتهم. هنزل عليهم بشويه فلفل، ملح، 7 بهارات، هقلبهم كويس قوي وهفردهم في الطاجن بتاعي كده. دي الارضيه بتاعتي، منها يدي طعم ومنها الطاجن بتاعي ما يتحرقش او يتلطع مني. دلوقتي هحشي الكوسه بتاعتي بكل سهوله. القارب بتاعي تحت مني عشان لو في زيادات لحمه وقعت يبقى يقع في القارب بتاعي من تحت كده. هبدا احشي بكل سهوله جدا. دي من انواع المحاشي اللي سهله جدا الحشو بتاعها. حشوها سهل جدا يا جماعه، محشي الكوسه ومحشي البطاطس. هبدا احشي كده. هضيف حوالي 3/4 من اللحمه المفرومه في الكوسه بتاعتي. هضغط كده بصبعي واحط اللحمه المفرومه كده بكل سهوله. كده تمام، حوالي 3/4 كده مش للاخر. هبدا احشي دلوقتي باقي الكميه كده وهرجع لكم تاني. اهو حبايبي ما شاء الله ده شكل القارب بتاعي. اسهل محشي ممكن تعمليه في ساعتها، ما خدش معايا وقت خالص. بدأت ظبطت كل حاجه زي ما قلت لك كده على النار. كل حاجه بعد كده هتبقى معاكي سهله. الوقت انا عملت هنا حوالي مكعبين من المرق على ميه دافيه. دي المرقه بتاعتي. انا ليه عملت كده؟ لان انا عايزه اسوي الكوسه والبطاطس الاول قبل ما احط الصلصه بتاعتي. تمام. هنزل عليهم كده بالراحه شويه كده، يعني ايه، حوالي ربع القارب بتاعي يتبخر بس حاجه بسيطه، عشان بعد كده هنزل بالطماطم بتاعتي عشان يبقى كل حاجه معايا استوت، البطاطس والكوسه. بس كده تمام. هبدأ دلوقتي بقى هضيفها على النار واجيلكوا تاني. وده حبايبي شكل البطاطس والكوسة بعد ما اخدت حوالي ربع ساعة بالمرقة على نار هادية لحد ما دخلت في السوا. بدأت انزل عليها بالصلصة بتاعتي. هحط صلصة قد ايه؟ حوالي نص القارب كده. دلوقتي هسيبها على النار حوالي ربع ساعة لحد ما تخش في السوا خالص وتبقى تمام. هضيفها في الفرن وهيبقى ده الشكل النهائي بتاعها. بصوا حبايبي ما شاء الله احلى طاجن واسرع طاجن. الاكله بتاعتي عملت جنبها كده شويه رز بالشعريه. بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت لكم اكله سريعه كده وسهله خفيفه. الكوسه طبعا تتميز اللي هي خفيفه جدا، اكلها بيتهضم بسرعه وتحفه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم. اسرع محشي الكوسه والبطاطس. عايزين تعملوا محشي الكوسه بالطريقه دي بس من غير بطاطس ماشي، عايزين تعملوا بطاطس بس من غير كوسه اللي تحبوه تمام. انا ضايفه كده جنب الرز شويه من الخلطه اللي انا قلت لكم عليها اللي تحت الكوسه، اللي هي قلب الكوسه والبطاطس. دي بتبقى طعمها تحفه جدا مع الرز. جربوها يا جماعه بالطريقه دي هتعجبكم جدا. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله وسلسه. يا ريت بعد اذنكم تعملوا لي اشتراك للقناه ولايك وكومنت جميل منكم. يا ريت تدعموني كده بكلمه طيبه. ان شاء الله الفتره الجايه نعمل وصفات احلى واحلى. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.